علي بوعسريه. جينا اليوم لهنايا حيت هذا الملتقى كيتقام سنويا. الطلبه اللي يلاه مقبلين على الجامعات ولا المعاهد كيجيو لهنا، كاع لي زيكول في المغرب كيجيو يعني كيقربوا التلميذ. هذا الشيء كما معروف بان الداخله مدينه بعيده، يعني ما يمكنش للتلاميذ انهم يمشيو حتى يعني المدن الكبار باش يشوفوا شنو كاين ويعرفوا. المهم هاد لي زيكول تيقربوا ليهم. داكشي علاش وزاره التربيه والتعليم كدير هاد الملتقى باش يقربوا ليهم وباش يستافدوا ويعرفوا، يعطيوهم كاع الاختيارات اللي كاينين وهكذا يعرفوا شنو يديروا. Rim Zaidan, étudiante au niveau de baccalauréat sciences économie. Le forum, c'était une occasion très intéressante qui nous a aidé de savoir les orientations après bac et les écoles supérieures. Prenons l'exemple de l'EMSI, les AM et les autres écoles d'ingénierie. Il oriente ton information au niveau de l'école et de tout ça. C'est une occasion qu'il faut la savoir, qu'il faut l'apprendre. Et c'est une occasion très unique qu'il ne faut pas la rater, surtout des bacheliers au niveau de bac. حضرنا لهذا الملتقى تاع الطالب باش نقدموا كطلبه ديال معهد التكوين المهني التكنولوجيا التطبيقيه بالداخله جميع الشعب المتاحه في هذا المعهد. وهذا ملتقى الطالب هو فرصه لكاع الشباب تاع مدينه الداخله باش يتعرفوا على لي برونش اللي عندهم في المدينه والمتاحه في المدينه، واش يمكن لهم يتاخذوا من بعد الباك ديالهم كمهنه او دراسه يحبوا يكملوها في مجال الدراسه. بلاوي من معهد تكنولوجيا في مدينه الداخله. بالنسبه لنا كطلاب في مدينه الداخله كنلاحظوا انه الاروقه اللي كتجينا في المدينه هي المدارس اغلبيتها كتكون مدارس خاصه، مقابل انه ما كيجوناش المدارس العموميه. بالنسبه حنا كنمثلوا طلاب الداخل ونمثلوا بالرغم اننا حنايا نعانوا من بعض المشاكل ونعانوا ياسر من الاشكاليات، نحن عندنا طلاب ومتمدرسين ما نبغوا نمرقوا عن مدينتنا، كنطوروا اقتصاديا ونطوروها في التنميه، ولكن كنعانوا من ياسر من الاشكالات وياسر من المشاكل، مثلا كنقص في المواد اللي كتاهلنا، وياسر من الاليات اللي كتدعم الطالب وتزيد به القدام. مقابل ان هذا الشيء اللي كيوقع في الداخل، هذا الشيء اللي كاين في الداخل مو كاين في الداخل. وعلاش؟ لان احنا ميزانيتنا في الداخل اكثر من ميزانيات اخرين، مع ان معاهدنا فيهم نقص بزاف، ياسر من نقص حتى نقص فيه ياسر من الاليات. المهم الحمد لله الملتقى كل عام يجيب الجديد ويجيب مدارس زينه وتعاون التلميذ. كريم كان بصفتي تلميذ طالب في اقسام تحضيريه لنيل شهاده تقني عالي. هذه البادره طيبه اللي دارتها وزاره التربيه والتعليم، هي بادره مزيانه كيقربوا لنا كاع لي زيكول بصفتنا حنايا هنا الطلبه ديال الجنوب. ما كيكونش عندنا لا بوسيبيليتي باش نمشيو حتى للداخل باش نمشيو حتى عين المكان باش نشوفوا دوك لي زيكول والمدارس والمعاهد. لذلك فهمتي الدوله دارت لنا هذا الملتقى هذا كيكون مره في العام باش كتجمع لنا كاع المدارس وكاع لي زيكول، كيكون كلشي قريب لينا. L'étudiante Gejmoula Boussef, deuxième année baccalauréat de lycée Lalla Khadija, sciences économie. بالنسبة للفورم اليوم c'est une orientation de nous pour l'école supérieure, bien sûr après le bac. On a besoin d'elle. يساعدنا على l'orientation bien sûr après le bac, je t'ai dit. من قد les écoles publiques et les écoles aussi privées, soit d'ingénieurs ou de commerce, comme moi par exemple les écoles de commerce et gestion, l'NCG bien sûr, اللي تبنات عندنا هون ما مازالت ما نعطاتها الانطلاقه. Peut-être supposons cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas encore. بالنسبة les classes prépa, بالنسبة les écoles privées et des écoles publiques aussi. يعني احنا on a besoin de cette orientation ما كانت عندنا، mais اللي طرات علينا الحمد لله عندنا comme quoi par exemple عندنا ماشيين فيها وزينة عندنا. و toutes les années
en attendant ce jour-là. Donc on est très content et heureuse. بربازي كندير العام الثاني في شعبة السطح بمعهد التأهيل المهني البحري بالداخلة. بالنسبة للمعهد التأهيل المهني البحري بالداخلة كاينين شعبتين، شعبة ديال السطح وشعبة ديال الميكانيك. الشعبة ديال السطح اللي والميكانيك اللي كيأهلونا على اننا كيأهلونا على الولوج للقطاع قطاع الصيد البحري. فكما كنعرفوا احنا في قطاع منتج، قطاع اللي مورد الثروات السمكيه. ومن هذا المنبر كنشكروا الناس اللي كيكونونا في هذا السونتر هذا وكيدربونا واللي كيقوموا بمجهود جبار. وكنشكروا جميع الاساتذه وجميع الناس اللي كاينين في السونتر ديال المعهد المهني. طالبة في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه شاركنا في هذا الملتقى نبينوا للتلاميذ المقبلين على ميدان الشغل الافاق لهذا المعهد وتشجيع مولوج هذا الميدان. هذا المعهد هو معهد سميتو إسبيت Institut supérieur des professions infirmiers et des techniques de santé. هذا المعهد خاضع السيستم الجديد، سيستم LMT ليسانس ماستر دكتوراه. هو كيتفتح فتح ابواب للتلاميذ العلميين باك بميزه مستحسن فما فوق. لا ديوري ديال هذه الفورماسيون هي 3 ans. قبل يعني كاين انتقاء قبلي. ابري هذاك الانتقاء كيكون امتحان كتابي ثم من بعد شفوي. وننصح التلاميذ جميعا لولوج هذا الميدان لانه هو ميدان مهنه شريفه. اول حاجه يعني انسان يقصد باجر ينوي بها الاجر ويعني تنفع في دينه في الدنيا والاخره. خليل المساوي رئيس قسم الشؤون التربويه باكاديميه جهه واد الذهب القويره. بالنسبه لنا نعيش اليوم النسخه 9 من ملتقى الطالب، وطبعا هذه فرصه للتلميذات والتلاميذ خاصة في السنة الثانية بكالوريا، ولكن أيضا حتى في الأولى بكالوريا، وأيضا بالنسبة للطالبات والطلبة سواء في الأقسام التحضيرية أو في الأقسام التقني العالي أو في الذين يتابعون دراستهم في الجامعة. أقول هذه فرصة للاستزادة من المعلومات، خاصة من لهم تصور لمشروعهم الشخصي، لهم أسئلة وانشغالات حول الآفاق التي تطرحها الاختيارات التي قاموا بها سواء كانت علمية أو أدبية. إذن مشروع جدا بالنسبة لهؤلاء أن نعطيهم فرصة لأخذ معلومات أكثر عن الآفاق الدراسية وعن أيضا الآفاق المهنية للدراسات التي يتبعونها. بالنسبة لنا نرى بأن هذه النسخة 9 بالفعل تتطور بالمقارنة مع النسخ السابقة، سواء من حيث تنوع العارضين وأيضا من حيث تواجد تلميذات وتلاميذ الذين لم تكن لهم الفرصة في السابق للاستفادة من النسخ السابقة، كما أن الأمهات والآباء يتوافدون للاستفسار عن الآفاق سواء الدراسية أو المهنية. وبالنسبة لانشغالات الطلبة والتلاميذ مختلفة، وطبعا هناك من يسأل فقط عن المعاهد العليا العمومية، في حين هناك من يستفسر عن المعاهد والكليات الخاصة التي يؤدى عنها. وطبعا احنا متوفر لدينا فيما يتعلق بالجهة، فيما يتعلق بالقطاع العمومي لدينا الأقسام تحضير أقسام تحضيرية، ولدينا شهادة التقني العالي، ولدينا تكوين في مجال التمريض، ولدينا أيضا التكوين المهني ما بعد البكالوريا. إذن هذا هو الخدمات العمومية اللي موجودة على صعيد الجهة.